تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. ماتش منتخب مصر الأخير أظهر قد إيه أسامة نبيه مسيطر على المنتخب وبيضطهد لعيبة الأهلي. لما عصام الحضري يلعب وهو مشمش ريحة المنتخب من كام شهر والشناوي الأساسي على طول ما يلعبش، يبقى أسامة نبيه مسيطر على كوبر وعلى المنتخب وبيضطهد لعيبة الأهلي. لما جنش ما يتمش اختياره من الأساس وهو كل اللي فاضل له انه يطلع نار من بقه ويطير ويبقى تنين مجنح، يبقى أسامة نبيه مسيطر على كوبر وعلى المنتخب وبيضطهد لعيبة الأهلي. لما تريزيجيه يلعب ومحمد إبراهيم المتألق بشكل كبير في الفترة الأخيرة يبقى بره، يبقى أسامة نبيه مسيطر على كوبر وعلى المنتخب وبيضطهد لعيبة الأهلي. ولما يخرج تريزيجيه فينزل وردة، يبقى أسامة نبيه مسيطر على كوبر وعلى المنتخب وبيضطهد لعيبة الأهلي. ولما احمد فتحي اللي لا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيرفع صح يلعب وحازم امام لا، يبقى اسامه نبيه مسيطر على كوبر وعلى المنتخب وبيضطهد لعيبه الاهلي. لما عبد الله السعيد يلعب بتيشيرت رقم 14 بشكل مقصود وهو اللي طول عمره بيلبس رقم 19 ومحدش يقول له لا، يبقى اسامه نبيه مسيطر على المنتخب وعلى كوبر وبيضطهد لعيبه الاهلي. يطلع واحد في الاخر يقول لك ان الزملكاويه عندهم عقده المؤامره الكونيه. ربنا يشفي. الزمالك في معسكر مغلق استعدادا لعودة ماتشات الدوري. لعبنا ماتش ودي مع طلائع الجيش، الواحد فرح والله. اخيرا بنلعب قدام فرق دوري ممتاز عشان نحكم صح على اللعيبه اللي مريحه بره التشكيل او على الدكه. مكي وسالم بيحرزوا اهداف والجيش بيتعادل، مش مشكلة، لسه الواحد بيقول الحمد لله. واعرف الخبر ان الزمالك فاز على فرقة اسمها الشركة الوطنية 8-2. فوز من وجهة نظري وهمي ولا يمثل اي فايدة. الماتشات الودية اللي المفروض انك تجهز بيها فريق لازم تكون مع فرق قوية، المصري، الاسماعيلي، وادي دجلة، تجهز بيها الفرقة بجد ونتفرج على لعيبة زي رمزي خالد ومحمد سالم ونحكم على مستواهم قدام الفرق اللي لو لعبوا اساسيين هيلعبوا قصادهم. ما هو احنا مش هنلاعب الشركه الوطنيه في الدوري، وفارق الامكانيات والمستوى اللي بين اقل لاعب في الزمالك واحسن لاعب عندهم يخلي الحكم على لاعب في ماتش زي ده حكم مزيف. يا رب عديه على خير. صفقات الموسم ده فيها كلام كتير. للأسف ميدو جابر ودونجا المقصة بنسبة كبيرة في الأهلي، وده مش المهم. الكلام هنا عن الأندية اللي بتيجي عند الزمالك وتعمل فيها أبو العريف وتغالي في أسعار لعيبة، بينما إنها قدام ناس تانية بتبقى كيوت ولطيفة وممكن تسمح كمان بإن لاعبتها تتمرد عليها وتمتنع عن التدريب وتتباع غصب عينك. المقصة، إنبي، سموحة، ووادي دجلة وبعض الأندية التانية. انا مش مستغرب ولا زعلان من اللي بيعملوه، بس اللي انا زعلان منه رد فعلنا احنا. يعني نادي زي سموحه مثلا في الوقت اللي منشف رقنا على ايمن اشرف وحسام باولو، احنا عادي جدا ان نديه لعيبه اعاره عادي. ومع العلم ان الاخ الفاضل فرج عامر مع اي لاعب بيحصل معاه مشكله في الزمالك او بيغيب عن التشكيل شويه بيروح يتفاوض معاه، واخرهم كان احمد حسن مكي وشيكا ومحمد ابراهيم قبل العوده للتشكيل الاساسي. هو احنا هنفضل لامتى ناس طيبين قوي كده؟ شيكابالا اتكلمنا عنه من كام حلقة وقلنا انه اما يكون راؤول او فرانشيسكو توتي. واضح ان شيكا لسه ما تعلمش الدرس ومعرفش ان اللي يبيع فانيلة الزمالك ما يكسبش ابدا. سبتنا وانت لسه ناشئ ورجعت اتخانقت مع حسن شحاتة عشان تمشي، وفي الاخر فسخت عقدك ومشيت، وكل مرة كلفت خزينة النادي مبالغ كبيرة جدا عشان نرجعك
وعشان نقف جنبك بصفتك ابن النادي. انت عايز ايه؟ لو مشيت المرة دي خليك متأكد ان رصيدك في قلوب معظم الزملكاوية اللي بيحبوا الزمالك اكتر من اي لاعب هيقل كتير، والتعاطف اللي كان دايما معاك هيتعدم. نصيحة من واحد بيحبك جدا، خليك، انت اللي محتاج الزمالك وجمهوره. خليك يا شيكا. احمد حمودي لاعب كبير، ويا ريت الزمالك ما يخسروش. لمسة لاعب كبير، تحرك بدون كرة بتاع لاعب كبير، مهارات لاعب كبير، وظهوره في ماتشات افريقيا على وجه الخصوص بيأكد ان ليه شخصية الزمالك محتاجها. تعاقدوا مع حمودي اثابكم الله. الإصابات اللي بتضرب في فريق الزمالك أمر غير مقبول بالمرة. اللاعب اللي بيتصاب عندنا بنفقد فيه الأمل لمدة ممكن توصل لشهر وأكتر، وده ممكن يخسر الفريق واحد من أعمدته الأساسية في فترة إحنا هنكون في أمس الحاجة لكل لاعب، خصوصا في معركة أفريقيا الشرسة. في ظل التغييرات الكتيرة اللي في الأجهزة الفنية، أنا مستغرب جدا من بقاء الجهاز الطبي، ومستغرب أكتر من عدم الاستدعاء أو التفكير في الدكتور مصطفى المنيري، واللي الزمالك على ايامه ما كانش فيه اصابات تذكر. هو المنيري مش تبع الخرارة ولا ايه؟ مليون سلامة لعبد الله السعيد، مليون سلامة لعبد الله السعيد، مليون سلامة لعبد الله السعيد كمان مرة. احنا مش زي غيرنا اللي لما عمر جابر جاله اغماء في الملعب اتريقوا عليه، ولا زي اللي حماده طلبه في انقاذه التاريخي في ماتش نيجيريا اتصاب كتبوا بالحرف الواحد لعلها تكون النهاية. احنا زملكاوية وكفى. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم على الجميع، ويا رب رمضان اللي جاي تكونوا في احسن حال. وصلنا لنهاية حلقتنا، ونشوفكم ان شاء الله الحلقة اللي جاية. كل سنة وانتم طيبين. أهلا رمضان